السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة توب تيم، أهلا بكم معانا في خبر جديد على الماشي. يورجن كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريح للتاريخ بعد مباراة ليفربول ولوتون تاون. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت من محبي محمد صلاح اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي محمد صلاح. بعد انتهاء مباراة ليفربول ولوتون تاون، فقد صرح يورجن كلوب وقال: لقد كانت مباراة جيدة، نحن نحترم جميع الفرق في الدوري الإنجليزي وتعاملنا مع تلك المباراة بجدية لأننا نريد المنافسة على الدوري الإنجليزي. لا نعاني من الغرور، ولكن إن أردنا تحقيق أفضل نتيجة أمامهم. إنه فريق جيد ويتميز بالكرات الثابتة. المباراة كانت قوية، وإذا كنا سمحنا لهم باللعب فسيستغلون الفرصة. وعن محمد صلاح تحدث قائلا: صلاح لا يحتاج إلى إشادة من أحد، فهو من أساطير ليفربول، ودائما عندما نحتاجه يكون في الموعد، فهو لاعب من الطراز الرفيع، وأتمنى له استمراره معنا لسنوات عديدة لأنه ركيزة أساسية في ليفربول واللاعب الأهم في التشكيل، ودائما ما يكون حاسما في كل المباريات، وهو دائما يبحث عن تحطيم الأرقام لأنه لاعب من الطراز الرفيع ويريد وضع اسمه مع أساطير ليفربول. في الحقيقة أنا معجب بتفكير وعقلية صلاح، فهو دائما يجبرك على احترامه في الملعب، ودائما يكون مصدر خطورة على أي فريق. فعندما تواجه الفريق ليفربول، أعتقد أن أول لاعب يفكر في إيقافه المدرب هو محمد صلاح، لما يتميز به من سرعة كبيرة وإنهاء الهجمات، وهذا الموسم يصنع الكثير من الأهداف. في الحقيقة نحن محظوظون بالتواجد مع محمد صلاح في فريقنا، فقد كشفت تقارير صحفية عن مراقبة ليفربول لاسم جديد، وذلك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كبديل لمحمد صلاح المتوقع رحيله بنهاية الموسم الجاري. وكانت قد ذكرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية أن هناك اتفاقا تم بالفعل على انتقال محمد صلاح يحمل ليفربول إلى اتحاد جدة السعودي الصيف المقبل، وبمقابل مالي كبير جدا. ووفقا لصحيفة ديلي ستار البريطاني، أن ليفربول يراقب حاليا الألماني فلوريان فيرتزا نجم باير ليفركوزن، وذلك احتمالية ضمه الصيف المقبل حال رحيل محمد صلاح. وأوضحت التقارير أن اللاعب الشاب يجذب أيضا اهتمام كل من مانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونخ للظفر بخدماته في ظل المستويات المتميزة. كما أشارت التقارير إلى أن يورجن كلوب يخطط لاستخدام اتصالاته في ألمانيا من أجل التعاقد مع فلوريان فريدز لاعب ليفربول كوزن، والتي تبلغ قيمته السوقية حاليا 80 مليون جنيه استرليني. ولحد هنا يكون الخبر بتاعنا خلص النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين، ولو أول مرة تشوف القناة اشترك فيها وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري في عالم كرة القدم. كنتم مع توب تيم.